السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بإذن الله هنفسر رؤية الثعابين في المنام. وهنعرف منين، من حسب رؤيتنا إذا كان الرؤية الثعبان هتكون رؤية محمودة أو رؤية تحذيرية. طيب، إذا رأى الرجل في الثعبان في المنام، لو شاف إن هو بيقطع الثعبان بيمسكوا يقطعوا حتت، ده معناه إن الراجل ده هيطلق زوجته. طيب، إذا رأى الرجل الثعبان بيهجم عليه، الثعبان الأخضر بالذات، فده معناه إن في شخص موجود في حياته بيدبر ليه مكيدة أو هيتسبب له في مشكلة كبيرة. طب، إذا رأى الرجل الثعابين بتدخل لغرفة نومه، فده معناه إن هو هيكون في خلاف بينه وبين زوجته. إذا رأى الرجل الثعبان في منامه كان الرجل ده في الحقيقة مريض، ده معناه بقرب أجله. تفسير رؤيا الثعبان في المنام للمرأة المتزوجة. إذا رأت المرأة المتزوجة الثعبان في منامها بيدخل عندها البيت، ده معناه إن في أشخاص ماكرين بيتسببوا يدخلوا بيتها، بيتسببوا لها في خراب بيتها، بيتسببوا لها في مشاكل كبيرة جدا في حياتها. أما إذا رأت الثعابين بتخرج من البيت، ده معناه خروج هموم ومشاكل من بيتها وإنها تتخلص منها. بالنسبة لرؤية الثعبان للمرأة الحامل، إذا رأت المرأة الحامل الثعبان الأبيض اللي لونه أبيض في منامها، ده تبشير ليها إن هي ستلد ولد. أما إذا رأت تعابين كتير، ده معناه بأعداء كتير موجودين في حياتها. طيب، إذا رأت المرأة العزباء تعابين كتير حواليها، ده معناها إن في رجال كثيرين بيحيطوا حواليها، وان هم دول اشخاص، دول ماكرين، رجال ماكرين بيبينوا ليهم المودة، لكن هم في قرارة نفسهم بيكنوا لها الشر وبيدبروا ليها الشر، فهم رجال ماكرين. فدي رؤية تحذيرية ليها ان هي لازم تاخد بالها وتبتعد فورا عن هؤلاء الرجال. اما اذا رأت المرأة العزباء الثعبان الابيض في منامها، ده تبشير ليها بزواج قريب. اما اذا رأت ثعبان اصفر، ده معناه هموم ومشاكل قادمة عليها. طيب، اذا رأينا الثعبان ماسك في بقه جوهرة، فده معناه برزق كثير سيأتي ليه. اما اذا رأيت الثعبان داخل ملابسك في الدولاب، فده بيشير الى امرأة هتتسبب ليك في خسارة كبيرة جدا او هتصرف منك اموال. طب، اذا رأينا الثعبان في المنام بيلدغك، لو لقيته بيلدغك في ايديك او بيعضك في ايديك، فده بيعني دي رؤية تبشيرية، رؤية محمودة. ده بيعني ليك ان هيجيلك مال كثير جدا او رزق كتير جدا مش هتكون تتوقعه او تتخيله، وهتفرح بيه كتير. احنا طبعا عرفنا في التفسير النهاردة ان رؤية التعابين في المنام مش كلها وحشة، في رؤى تحذيرية وفي رؤى تبشيرية. يا رب تكونوا استفدتوا من التفسير بتاع النهاردة ان شاء الله. ولا تنسونا بدعمكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.